كانوا جالسين مجموعين حتى دخل عليهم ملك الموت. ملك الموت كان على شكل رجل لابس مزيان وعنده واحد الهيئه والكاريزما والشخصيه اللي هي قويه، وهما كانوا جالسين مجموعين، وحتى شي حد ما عرف هذاك الشخص اللي دخل اللي هو ملك الموت. القصة ديال اليوم هي القصة ديال سيدنا سليمان عليه السلام مع ملك الموت ومع الرجل الوزير ديال سيدنا سليمان عليه السلام. فإذا كنت كتبغي بحال هذه القصص شارك هذا المحتوى وبارطاجيه وشارك في القناة وفعل زر الجرس باش يجي شي تعليق تعبر فيه على الرأي ديالك القناة والمحتوى. وإلا حتى عندك شي قصة وبغيتي تشاركوها مع الناس ونستافدوا جميعا ويكون عندك الأجر فما تبخلش علينا في التعليق إن شاء الله. سيدنا سليمان عليه السلام كان بزاف ديال المرات كيجي عنده ملك الموت. ملك الموت كيجي متنكر في واحد الصوره ديال واحد الانسان، وكل مره انسان مختلف، يعني ما كيجيش عنده في واحد الصوره دابا ساعه لا، ولكن كيجي عنده كل مره شخصيه جديده. ولكن واحد النهار اللي كانوا مجموعين، ربما كانت شي مناسبه وكانوا مجموعين وزراء سيدنا سليمان وبزاف ديال الناس المهمين وبزاف ديال الشخصيات الكبيره، حتى هو يدخل عليهم واحد الراجل. هذا الراجل هذا كانت عنده واحد الشخصيه واحد الهيبه اللي هي كبيره بزاف. وملي جلس هذاك الراجل بقى كيشوف واحد الوزير ديال سيدنا سليمان عليه السلام، وبقى كيشوف فيه. هذاك الراجل تخلع ملي شاف هذا السيد هذا اللي غريب واللي ما كيعرفوش كيشوف فيه بهذه الطريقه هذه. ملي تخلع هذاك الوزير حتى مشى عند سيدنا سليمان عليه السلام قال له شكون هو هذا الراجل اللي كان كيشوف فيا بهذه الطريقه اللي خلعتني الصراحه، وحسيت بحال اللي بغا يدير الروح ديالي. فالنبي سليمان عليه السلام صدم الوزير ديالو وقال له هذاك ملك الموت. فهذا الوزير خاف وقال سيدنا سليمان بالله اطلبك بالله ان تأمر الريح بأمر من الله ان تأخذني الى ابعد بلد حتى لا يلحقني الموت. الراجل هذا كان باغي الحياة وكان متشبث في الحياة. ملي قال سيدنا سليمان امر الريح انها توزني شي بلاد ربما حتى تكون وحقا الهند، المهم انني نبعد من الموت وما نموتش. فكما كتعرفوا ان سيدنا سليمان عليه السلام عطاه الله سبحانه وتعالى انه يتحكم في الريح. ركب فوق هذاك البساط ومشى بواحد السرعه اللي هي فائقه توصل للهند. ملي وصل للهند مورا نهار جاء ملك الموت كما ديما عند سيدنا سليمان عليه السلام. فقال له سيدنا سليمان يعني البارح شفتك كتشوف بهذاك الوزير ديالي بواحد الطريقه اللي هي بشي شكل، حتى ان هذاك الوزير ديالي خاف وطلب مني انني نرسلو للهند. ملك الموت تعجب قال له انا بقيت كنشوف فيه وتعجبت انه باقي جالس في المجلس هذا، والله سبحانه وتعالى امرني نقبض الروح ديالو للهند من بعد واحد المده اللي هي قصيره ما كتعداش ساعات. فملي نفذت انا الامر الله سبحانه وتعالى ومشيت للهند كانت المفاجاه انني لقيت نفس الانسان اللي امرني الله سبحانه وتعالى نقبض الروح ديالو. هذه القصة كتعني أن الموت واخا تهرب فين تهرب راه الموت غادي يلحقك كما قال الله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. واخا تكون فين ما كنتي الموت غادي يلحقك، واخا دير أي سبب أي حاجة الموت غادي يوصلك. وما تكونش كما قالوا الكفار هذوك الناس اللي خرجوا يتقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا وقالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا، يعني إذا كانوا بقاو معنا وهذه ما كانش يوقع لهم حتى شي حاجة. الله سبحانه وتعالى قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني هذوك الناس إذا كانوا بقاو معكم كون هذوك الموت بنفسه جاو دخل عليهم حتى الديور ديالهم، يعني هذا غير سبب. أي حاجة أي إنسان دار شي مسألة وقعت له شي حاجة أو مات في هذيك المسألة هذه كان سبب. ربما إذا ما كانش مات في هذيك السبب هذاك كان غيموت في نفس التوقيت بشي سبب مختلف. فسبحان الله الإنسان دائما خصو يكون مستعد من هذه المسائل هذه. شارك في القناة وفعل زر الجرس وبارطاج القصة إذا بغيتي يكون عندك الأجر مع الله سبحانه وتعالى.